اخيرا كاس افريقيا شفناها ملعوبه بالمغرب، والعقبه ان شاء الله لربح هذا اللقب اللي صعيب بزاف. حفل الافتتاح سيبرز شغف المغاربه بكره القدم، سيبرز ايضا اهتمامهم باحتضان افريقيا في كاس الامم الافريقيه. والبارح كان الافتتاح ديال كاس افريقيا 2025-2026 المقامه بالمغرب. في المباراه الافتتاحيه شاهدنا حضور ولي العهد الامير مولاي الحسن. قبل ما نتكلموا على تفاصيل المباراة والاحداث ديالها، غادي نتكلموا على بعض المشاكل. اول مشكل اللي كنعتبره انا فضيحه اللي هو ديال التذاكر. تخيل معايا تذاكر خرجات ب 150 درهم غادي توصل حتى 1000 درهم حتى 2000 درهم، والسبب هنا هو الشناقه. فين ما الدور كتلقى الشناقه. بالنسبه للتذاكر ديال الماتشات راه الكاف هي اللي مكلفه بهم ماشي الجامعه، وكل شخص بغى ياخذ تذكره ضروري خصو يدير بطاقه المشجع في تطبيق يلا، وكل واحد عنده الفان اي دي ديالو، وكل شخص بالامكان ديالو ياخذ تذكره وحده حتى لربعه ديال التذاكر. الاحتمالات اللي كاينين ممكن الناس اللي كانوا خداو التذاكر عوض ما ياخذ تذكره خدا ربعه ديال التذاكر، وحده غادي يدخل بها هو وثلاثه غادي يبيعهم، وربما يبيعهم بربعه كاع هو ما عنده ما يدير بالماتش. بالنسبه ليه هو واخدها تجاره، ولكن هذا الامر هذا بالنسبه للقانون راه فيه عقوبه، يصدق بنادم غادي للحبس بين قوسين. هذا الشيء حيت صراحه ما شفناش واحد الزيار وواحد المحاربه ديال المسؤولين لهاد السماسره ديال السوق السوداء. وصراحه في الماتشات الجايين خص يكون واحد التنظيم في هذا الامر. هذا الشيء بما يخص التذاكر. باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف ندوزو النقطه الثانيه. النقطه الثانيه مع الاسف اللي هي النوعيه تاع الجماهير. ممكن اخويا تكون كتفرج فيا وتكون فعلا حضرتي في الماتش، راه اكيد غتكون متفق معايا. راه النوعيه ديال الجماهير اللي كاينه حاليا دابا اللي شفناها في الماتش ديال والبارح الصراحه راه لا مجال للمقارنه، خصوصا مع الماتشات اللي كيتلعبوا في كازا، الماتشات اللي كيتلعبوا في دونور في مركب محمد الخامس. راه اخر ماتش حضرت ليه تاع المنتخب فاش تاهلنا ديك الساعه لمونديال قطر كان ضد الكونغو الديمقراطيه. هذاك الماتش راه كان واعر بزاف، كان رهيب، لا من ناحيه الكره لا من ناحيه ديال الجمهور. واحد خلاص الجمهور راه ما يمكنش. هذيك الساعه الكونغو راه غير كيشدوا الكره، راه الصفار الغوات الضجيج ديال بصح. المنتخب المغربي فاش كيشد الكره واحد الحماس التشجيع، هادشي ما شفناهش مع الاسف. علاش ما شفناهش؟ حيت النوعيه تاع الجمهور ما كتفقهش في كره القدم، نوعيه الجمهور ما كتفقهش في طريقه التشجيع. كاينه واحد الفئه اللي غاده باش تتفرج، يعني متفرج ماشي مشجع، حيت كاين الفرق ما بين اللي كيمشي كيسيبورتي كيشجع وما بين اللي كيمشي كيجلس وكيتفرج. بالاضافه للجمهور اللي ولا كثير وغادي وكيتكاثر اللي هو جمهور الانستغرام. تسموا جمهور الانستغرام علاش؟ انستغرام تطبيق معروف بالريلز وتصاور، جمهور اللي كيمشي باش يدير الريلز باش يتصور صافي. بالاضافه لواحد النوعيه شفناها عاوتاني اللي غادي على قبل الماكله. تخيل معايا بنادم غادي للتيران باش يمشي ياكل، باش يمشي البيفي ياكل، قبل ما توصل الدقيقه 45 بنادم راه خرج مشى للبيفي. امتى غيرجع بنادم للمقعد ديالو؟ حتى بدا الصوت الثاني بشحال، وبنادم ما عادش غيبدا يخرج من التيران مع الدقيقه 80. وفين هو هذا الجمهور اللي غادي باش يسيبورتي؟ كنقولوا الجمهور هو اللاعب رقم 12. وكاينين بعض الانديه ولا بعض اللاعبين كثقافه في التشجيع تيقولوا لا، الجمهور راه ماشي هو اللاعب رقم 12، راه هو اللاعب رقم 1 هو الجمهور. ولكن باش يكون جمهور فعلا ياخذ ديك الصفه تاع اللاعب رقم 1 فراه خاص يكون مشجع ماشي متفرج ولا غادي باش ياكل ولا. تخيل معايا النوعيه ديال الجمهور وفي ماتش مصيري ضد السنغال، راه كاين فرق ما بين جمهور اخر كيضغط وكيحمس اللاعبين. ندوزو هاد النقطه ديال الجمهور. ندوزو دابا نتكلموا على المنتخبين، المنتخب المغربي ومنتخب جزر القمر. منتخب جزر القمر اللي بزاف الناس حاقرين هاد المنتخب. جزر القمر منتخب محترم، منتخب مزيان، كيعرفوا يلعبوا ناضين، غير هو بالمقارنه مع المغرب فراه لا مجال للمقارنه باش نكونوا واضحين. ولكن في نفس الوقيته راه كل احترام للمنتخب جزر القمر، فراه ماشي هذاك المنتخب اللي غادي نحطوه في ديك الخانه ديال لا علاقه وزعما ديك القضيه ديال نعطيوهم 10-0 الى اخره. ندوزو المنتخب المغربي هو اللي كيعنينا في المقابله. اول حاجه غادي نبداوها كتخص المنتخب المغربي هي غادي نطرحوا التشكيله اللي بدا بها المنتخب المغربي. في الحراسه ياسين بونو، في قلب الدفاع نايف اكرد رومان سيس، في الاظهره نصير مزراوي، في اليمن في اليسار انس صلاح الدين، في وسط الميدان امرابط وناحي نايل العناوي. بالنسبه للهجوم في الاجنحه جناح ايمن ابراهيم دياز، في الجناح الايسر الصيباري، وفي راس الحربه سفيان رحيمي. من بين الامور السلبيه في التشكيله هو بعض اللاعبين اللي ماشي في المراكز ديالهم. هذا البلان كيعصب وحق الرب. تخيل معايا سفيان رحيمي هو كيلعب جناح ايسر، حيدتيه من الجناح الايسر حطيتيه هناف. كاين اللي غايقول لك لا راه سفيان رحيمي بعض المرات كيلعب ناف، انت مزيان
بعض المرات كيلعب ناف، ولكن سفيان رحيمي باش تسنى هذاك سفيان رحيمي راه هو ديال الجناح الايسر ماشي ديال الناف. تخيل معايا حرمتينا من ايوب الكعبي يدخل اساسي كناف كمهاجم راس حربه، يعني حيدتي الكعبي حطيتيه في احتياط وحطيتي وسفيان رحيمي حيدتيه من الجناح الايسر وحطيتيه في الناف اللي ما غيعطيش فيها مزيان بحال ايوب الكعبي. ومع الاسف سفيان رحيمي ما قدمش شي مستوى مزيان يعني كيليق بسفيان رحيمي، ما قدموش. واش هذا الشيء كيرجع حيتاش لعب راس حربه والبلاصه ديالو هو اللي كيعطي فيها مزيان كيلعب هو جناح ماشي راس حربه، ولا الطريقه تاع اللاعب حيتاش سفيان رحيمي ماشي هذاك الناف ديال البوكس كي كان حاطو البارح. شفتوا اللعب، شتو هذيك الطريقه ديال اللعب ديال البارح، هذاك الناف اللي كتحطو في البوكس هذيك تما غيكون مخير لك حمد الله، ولكن مع الاسف ما كاينش حمد الله. المهم بعدا في اللاعبين اللي كاينين دابا الكعبي، حيتاش حتى اللاعبين المهاجمين اللي كيلعبوا رؤوس حربه راه على حسب النوعيه تاع طريقه اللاعب اللي داخل بها المدرب. واش مثلا الفريق تيكون هو اللي عنده الكره هو اللي ضاغط على الخصم، في هذه الحاله هذه كيكون الخصم متكتل لك في الدفاع كلشي ناعس لك في الدفاع، في هذه الحاله هذه فراه غيخصك واحد الناف ديال الصندوق، ماشي هذاك الناف مثلا اللي كتعتمد عليه في المرتدات، مثلا ملي كيكون المنافس ديالك صعيب وانت اللي كتكون راجع للدفاع وكتبغي تبقى تعتمد على الكونتراتاك، حيتاش النوعيه تاع النافات اللي كيكونوا مزيانين في الكونتراتاكات ماشي بحال عاوتاني النافات اللي كيكونوا ممتازين ملي كتكون انت اللي ضاغط ناف كيكون في الصندوق. بالنسبه لأوناحي صراحه كان متلف حتى هو الماتش الاول، ما كرهناش يرجع داك أوناحي اللي كنعرفوا اللي شفناه في مونديال قطر والمستوى اللي بين مؤخرا في لا ليغا. بالنسبه لضربات الجزاء اللي ضيع سفيان رحيمي، صراحه سفيان رحيمي ما مولفش عليه يضيع ضربات الجزاء، الاغلبيه كيماركيو، ولكن سفيان رحيمي راه الاغلبيه ديال ضربات الجزاء اللي ماركاهم ما كيلعبهمش في الوسط تاع الجول، ديما البينالتيات ديالو كيماركيهم وكيحط الكرات في الجنب. ولكن الماتش اللي فات صراحه ما عرفتش رحيمي شنو قال لي راسو باش يتيريها الوسط. وبالنسبه لهاد البينالتي واش فيها ولا ما فيهاش، صراحه بلي انا ما فيهاش، بلي الحكم عطانا ديك البينالتي ماشي هو عطاها لينا بالنيه ديال يعطيها، يكون غلط وصافي، هادشي اللي كاين. الغلط راه وارد، راه تيوقعوا اخطاء كارثيه في كره القدم. ومن بين الحوايج اللي شفناهم في الماتش اللي هي الاصابه ديال سايس. تخيلوا معايا المغرب كاملو غتحيد منه وليد الركراكي بوحدو، غالبا هذا هو البلان. نتوما غتكونوا واقيلا مع هذا المغرب كامل، الركراكي غتحيدو بوحدو اللي عنده واحد الفكره والمغرب كاملو عنده فكره اخرى. شنو هي الفكره هذه؟ هي رومان سايس ما بقاش هذاك رومان سايس اللي كان كيلعب في الولفز ايامات الدوري الانجليزي، طوب تاع رومان سايس اللي غادي تعول عليه. دابا راه ما غاديش تعول عليه، ما بقاش عنده نفس العطاء، ما بقاش عنده نفس اللياقه البدنيه، فراه رومان سايس ما خصوش يكون اصلا في التشكيله، ماشي حتى في التشكيله الاساسيه، ما خصوش يكون كاع في اللائحه تاع اللاعبين. كاينين دابا لاعبين اللي كيستاهلوا. تخيلوا دابا معايا الركراكي حرام بزاف اللاعبين اللي كيستاهلوا يكونوا على رومان سايس، حرمهم من هذه المشاركه وحط رومان سايس ربما بناء عن قريب ليه عزيز عليه. هادشي اللي كاين، والنتيجه شنو هي؟ اصابه رومان سايس وما غاديش يلعب البقيه ديال كاس افريقيا. مع الاسف حنا تحرمنا من بلاصه. وكاين هضره عاوتاني كدور بلا كاينه شي اصابه خفيفه لنايف اكرد. تخيلوا معايا ما كاينش رومان سايس، نايف اكرد هما جوج البلايص ديال وسط ميدان دفاعي تحرمتي منهم. والجمهور فاش كيبدا ينتقد وليد الركراكي في شي حاجه، وليد الركراكي ما كيتقبلش الانتقاد، وديما داك الايغو ديال انا اللي عارف وانتم ماي كتخرب. غادي ندوزو الحاله ديال مزراوي ونايف اكرد. شنو كان وقع في ديك اللحظه؟ مزراوي مشات ليه الكره كما كتشوفوا في اللقطه، مزراوي مشات ليه الكره وهذيك الكره كانت غادي تماركا علينا وكان غادي يكون تعادل 1-1 لولا تالق ياسين بونو. في هذه الحاله هذه مزراوي ضارف نايف اكرد ونايف اكرد رد عليه بديك الطريقه. صراحه ما كانش عليه رد هكاك، ولكن كتبقى عاديه، راه هما اصلا راه عشران اصدقاء وهذا الشيء كيوقع ما بين راه الخوت كاع كيتخاصموا بيناتهم في واحد الحاله عادي جدا وكيتصالحوا، وهذا الشيء عادي بسيط. كتوضيح لهاد المساله بالضبط شنو كان وقع، هو على حسب ما قال نايف اكرد بلا سمع شي صفاره، شي واحد صفر في الجمهور وكيسحاب ليه الحكم اللي صفر. داكشي علاش هو توقف وتراجع. ملي توقف وتراجع ما تبعش اللاعب اللي حيد ليه الكره من هذيك المحاوله كان غادي يجي هدف. هذا الشيء هو اللي غادي يخلي مزراوي باش غادي يدور في نايف اكرد بحال زعما علاش تباطئتي بقيتي واقف. ومن بعد في انستغرام راه بين نايف اكرد بلا راه صافي، راه زعما قال الجمهور زعما ما تجيبوش معاكم الصفارات الى اخره وكذا. صراحه انا بان لي اللاعب يركز شويه وصافي هادشي اللي كاين. بالاضافه لتالق الحاج مزراوي، ابراهيم دياز اللي كيجي منهم البيت الاول اسيس مزراوي والهدف ديال ابراهيم دياز. صراحه ما عرفتش علاش بزاف الناس كينتقدوا ابراهيم دياز، بان لي دار ماتش مزيان، دار بون ماتش وهو اللي دا احسن لاعب في المقابله. غير هو انا كراي شخصي كيخصني بان لي انا مزراوي هو اللي كان يستحق
احسن لاعب في المقابله. وغادي ندوزو للهدف الثاني تاع المنتخب المغربي، صراحه اللي بيت زوين بزاف، اسيست من انس صلاح الدين، الغوليادور ايوب الكعبي اللي مختص صراحه في الضربات مقصيه، مع كتجي ديك الفرصه ما كيزقلهاش. وبالنسبه لي صراحه ايوب الكعبي هو اللي خصو يكون المهاجم رقم واحد في المغرب، هو اللي خصو يعول عليه، هو اللي خصو يكون اساسي، وما كرهتش من وراه يكون ايغامان داك الناف صراحه راه ناضي تبارك الله، ومازال غيعطي الكلمه ديالو ويعقلوا عليها مزيان. بزاف الناس كينتقدوا الماتش الاول، فعلا من حقنا ننتقدوا، اي واحد من حقه. انا كمشجع اسيدي بغيت ننتقد، علاش ما ننتقدش؟ ولكن يكون انتقاد بناء. بالنسبه للانتقادات صراحه كاينين انتقادات اللي في محلهم، بحال مثلا التشكيله اللي كنشوفوا واش لاعب خص يلعب في البلاصه ديالو الى اخره. وكاينين بعض الانتقادات عاوتاني اللي ما كاينلاش، بحال ديك القضيه ديال جزر القبور نعطيهم 10-0 5-0 7-0. راه الماتش الاول تيكون معقد شويه، ديما الماتش الاول تيكون صعيب شويه. راه نفس البلان شفناه حتى في كاس العرب، مثلا في الماتش الاول تاع المغرب راه ديك الساعه عرفتي شنو، راه بزاف الناس بقاو كيسبوا في اللاعبين، كيسبوا في سكيتيوي، وعرفتي راه ما يمكنش، والله ما يمكن. كيتسناوهم من الماتش الاول خصهم يديروا شي حاجه، بحال ما كيعرفوش يشدوا كره لهاد الدرجه هذه. الناس اللي تفرجوا في الماتش الاول تاع المغرب في كاس العرب راه بحال ما شادينش كره، واحد التلوث بصري. ولكن مع المده كتلاحظ الانسجام، ضريبه، واحد المتعه زوينه، واحد الفرجه زوينه. هادشي كيبقى يجي شويه بشويه. غير هو في نفس الوقيته وليد الركراكي خصو يلقى حل، حيت راه اغلب المنتخبات اللي غتلعب معاهم انسى ديك القضيه ديال يخرجوا ويلعبوا مع الكره وداك الشيء ولاعب مفتوح، راه غينعسوا لك في الدفاع وغيلعبوا على الكونتر اتاك. هادشي راه باين. بالاضافه لعلامه استفهام غادي نطرحوها في هذا الماتش اللي ما غاديش تفيد بوالو، ولكن هذه القضيه باش ما تبقاش مخبيه عندي وصافي، هي واحد علامه استفهام كبيره صراحه لواحد اللاعب. علاش ما كاينش من الاساس في التشكيله؟ علاش ما كاينش اصلا في اللائحه اللي هو ربيع حريمات؟ هذا اللاعب دالك احسن لاعب في الشان. تخيل معايا، جبتي الشان من كينيا، جبتي من الادغال من كينيا، هو حريمات. دا عاوتاني احسن لاعب في كاس العرب. كنتخيل هذا اللاعب هذا اشنو اللي ناقصه حريمات، اشنو ناقصه؟ جاوبوني في التعاليق، بغينا نعرفوا شنو ناقص ربيع حريمات باش يكون في التشكيله. حيتاش ربيع حريمات بالنسبه لي انا راه ماشي خصو غير يكون في اللائحه، راه خص يكون رسمي. امرابط غادي تحطو في الاحتياط وغادي تحط ربيع حريمات في الحاله اللي فيها المنتخب حاليا دابا. علاش؟ حيتاش المنتخب حاليا دابا اغلب المنتخبات اللي كنلعبوا ضدهم منتخبات كيرجعوا ينعسوا لك في الدفاع. بالنسبه لحريمات راه احسن في الربط، احسن من امرابط. ربيع حريمات كتعطيه كره كيزيد الكره لقدام، ماشي امرابط كتعطيه كره الغالب تيبدا يرجع في كره اللور. وعاوتاني حاجه اخرى، امرابط ما عندوش هذيك النزعه الهجوميه. امرابط امتى غينفعك؟ امتى غادي نقول لك غادي تحط حريمات في الاحتياط وغادي تدخل امرابط احتياط؟ هي ملي غادي نكونوا لاعبين مع شي منتخب اللي احسن منا، وهذاك المنتخب هو اللي شاد كره علينا وضاغط علينا وخانقنا، وحنا خصنا نبقاو لاعبين على المرتد. فهذيك الحاله غادي نقول لك امرابط حوفاء يلعب لك مثلا كدفاع، ولكن باش تكون انت اللي ضاغط وانت اللي غتبني اللاعب وداك الشيء غنسى هذا الشيء مع امرابط. حتى لهنا غادي نساليو الفيديو ديالنا الاول. عطيوني الاراء ديالكم، اللي بانت لي شي حاجه خربقت فيها عطيني انتقاد ديالك. حنا راه كنهضروا في كوره ماشي شي علم منزل ولا شي حاجه، هذه كتبقى كوره كنهضروا فيها كاملين. المهم نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. الا وصلتي لهنا غادي نقول لك شكرا لك بزاف على المشاهده، وما كرهتش تخلي لي لايك، خلي لي تعليق ديالك الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي، وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد ان شاء الله. ونتشوفوا في فيديو جديد. اكون يعاون ربي.